السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صباح النشء، صباح العطارة، صباح معرفة الذكر من النتاج. أهلا وسهلا بكم رجالة. حبيت أعمل لكم فيديو. كل الناس بتقع في الخطأ ده، من كبرنا لصغيرنا. محدش كبير على الغواية. غواية بحر واسع ملوش آخر، ويموت المعلم وهو لسه بيتعلم. طيب الفيديو ده أعرفك الذكر من النتاية، وحط تحت كلمة المبتدئين دي 100 خط. قبل ما تيجي تشتري فرد حمام لازم تعرف هو ذكر ولا انتايه، لان في ناس بتتخمي فيه ما بتعرفش ده ذكر ولا انتايه. في حمام خشن، في نتي خشن، وفي تكرة ناعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذكر من النتايه جسمانيا، الذكر بيبقى اقوى واعرض جسمانيا في الصندوق بتاعه عن النتايه. سيبك بقى من قصه اللي يجيب لك البندول ويقول لك لو البندول لف دي تبقى انتايه، ولو مشي مستقيم مش عارف يبقى ذكر. الكلام ده غلط. انا خليك بعينك تشوف وتحكم، ولما تمسك الحاجه في ايدك تعرف اكتر. تمام؟ مثال، هجيب لك حاجه من نوع واحد. دول كده قص، او واحد مثلا بيقول لك دول ذكرين، او واحد بيقول لك مثلا دول نتايجين. تفرق ده من ده ازاي؟ دول زاج الاكتاف، جسمانيا قريبين لبعض. حمامتين اللي في ايدي دول جسمانيا قريبين لبعض. طيب ناخد خطوه خطوه كده ونقرب لكم الكاميرا ونشوف الدنيا مع بعض. بص يا سيدي، اول حاجه الذكر سحب دماغه من فوق فايره، ودماغه تبقى عريضه. تمام؟ وعظمه بيبقى تخين عن النتايه. والصندوق ده بيبقى اعرض من النتايه في اي نوع، بلدي، زاجل، استرالي، غزار، تلوين، بل، اي لون، زينه. بص، حمام ارضي. الصندوق في الذكر بيبقى عريض. حتى لما تلاقي ولد وبنت ماشيين جنب بعض، تلاقي الولد جسمانه اعرض من النتايه، من البنوته اللي معاه. هتقول لي طب ما في بنات بتبقى جسمها جامد وبتاع. اقول لك ايوه، ما في نتي خشنه في نتي تبقى خشنه. تمام؟ دي اول حاجه. سحبه الدماغ تكوينها بيبقى اعرض، والعظم والصندوق. تمام؟ العنق ده بيبقى في الذكر اعرض شويه واكبر. ليه؟ عشان خاطر جعيره، وان هو بيفضل يزوم والكلام ده ويخنن والكلام ده، فبيبقى عريض. تعال نشوف النتايه. بص النتايه يا معلم. بص صندوقها كنز، سحبة دماغها طالعة بتاعتها اهي. هنا بتبقى طالعة فاضية على مفيش اهي. عظمها بيبقى فاضي شوية، اي نوع بقى. تمام؟ الكاميرا بس بتبكسل اهي. التكوين الجسماني بتاعها بيبقى قليل اهي. نجيبها جنب الذكر. انا كده وريتك ده لوحده وده لوحده.
بص كده، ادي الدكر اللي على يمين الكاميرا، وادي النتاية اهي اهي، واضح كده. طب نشوفهم في الباب. نلف لفة كده مع بعضينا عشان اوريك كل حاجة عملي. ادي الدكر وادي النتاية، وانت ايه، وانت اللي هتحكم. اهو قدام، يبقى اللي على اليمين الدكر واللي على الشمال النتاية. طيب ده كده نوع، ده كده نوع. بص الدكر اللي على اليمين دماغه فايرة شوية عن النتاية. التكوين الجسماني فرق، الدكر أطول، والدكورة بتبقى أحسن من النتي في التقليب يعني. تمام، دول قص قشر ماء سكة نش اهو اهو. تمام، قص غيرهم. انت بقى اللي تقول لي بقى الفحميات دول هوقفهم لك كده، اللي على اليمين مين واللي على الشمال مين. كده الفيديو ثابت اهو، من اول ما انا اقول كده مين اللي على اليمين ومين اللي على الشمال. هستنى تعليقاتكم. طب هل كده يا عم محمود كل حاجة؟ لا، ده دي لسه كده اول تكايتين، الصندوق والدماغ والعظم. في تكايتين تاني بقى، ايه هما؟ بص يا عم، طب هل كده احنا خلصنا؟ قلت لنا مثلا على الثلاث تكايات دول وخلصنا؟ لا، انا جايب لك نوع تاني، ذكر وانتايه، ذكر وانتايه هم بوازه. طيب اول حاجه الريش، الريش بتاعه اهو. النتايه بيبقى الريش طالع رفيع حلو، الذكر بيطلع الريش عريض. دي كده تكايه. هنشوف الايه، الذكر. الفتحه بتاعت المخرج جنبيها بتبقى شوكتين او عظميتين، احنا بنسميهم شوكتين. الشوكتين في النتاية بيبقوا عراض. عراض ليه؟ عشان تعرف تحط البيضة ما بينهم عشان لما تيجي تحصيها. في الذكر بيبقى الشوكتين مقفولين. تمام؟ اهو تقلبها باين. بس الذكر بقى ريشته عريضة، ريشته عريضة. لو ذكر نش بتبقى منضمة. فتحة المخرج هنا بتبقى العظميتين قريبين لبعض. هنا تحت كده لو حطيت ايدك هنا كده بيبقى ايه، العظميتين في الذكر مقفولين على بعض. في النتاية بيطلعوا ايه، بعيد عن بعض شوية عشان الرحم والكلام ده. بقى اخير قبل ما نقفل الفيديو، في ناس بتقولك ممكن تعرف الكلام ده من الاصابع. يعني لو تنيت الاصابع ده لورا وحطيت الاتنين دول جنب بعض
طلعوا قد بعض كده يبقى ذكر. ولو لو النتاية هيبقى صابع مفارق التاني. طيب الصابع ده مفارق التاني، الصابع ده اهو اكبر من التاني، بس ده ذكر اهو، شاب وبيقلش، ده ذكر. فالحركة دي غلط، حبيت بس اوريها لكم فيديو كده. انا وصلتك بر الامان، الذكر من النتاية، وعرفتك ازاي تعرفها. حركة الرجل ما تمشيش بيها، اللي هي الصباعين دي، تمام؟ دي حاجة. الحاجة التانية حركة البندول سيبك منها. انت بص، لو الذكر جاعر صوته خشن وعالي، سامع؟ لو طيرة بيبقى صوتها رفيع، تمام؟ واوعى تتخدع، انا وريتك الطريقة ووصلتك بر الامان. متنساش تعمل لايك، وقول الفيديو الجاي مستنيه عن موضوع ايه وانا اعمله لك. سلام عليكم.